ولادنا حتة مننا، ما بنستحملش عليهم أي كلمة ممكن تأذيهم، ولا أي حتى بصة ممكن تأذيهم نفسيا في أي حاجة، ولا حتى ممكن حد ممكن يزعق لهم. زي فكرة كده، أنا زعق بس محدش يزعق، أنا أعاقب أو أخد موقف من طفلي بس محدش، لا ما اسمحش لأي حد. ولو ده حصل وأنا موجودة بدافع عن ولادي بمنتهى الحدة والانفعال. طب يا ترى ده صح ولا غلط؟ صح ان انا ادافع عن ولادي، وما ينفعش ان انا اسيب كده ولادي ممكن حد يكلمهم كلمة مش صح، او ممكن حد يزعق لهم وانا قاعدة كده بتفرج. ده هيسبب ان انا طفلي يا اما هيكون انسان سلبي جدا، يا اما هيتحول لشخص عدواني جدا. لان بمنتهى البساطة مامته قاعدة تتفرج او باباه قاعد يتفرج، وهو قاعد يقول لا معلش اصلك هو غلطان. لا، ادافع عن ابني بس بالراحة. يعني اقول له يا حبيبي ما ينفعش تعمل كده، بس انا ما عديش الموقف كده وخلاص، لا، انا بعديه فتره مؤقته لحد ما بروح بيتنا. او لو انا قاعده ومعانا باباهم، وعارفه ان باباهم مثلا ممكن يكون رد فعله هيبقى جامد شويه، ما اعاقبش ابني قدامه ابدا. اخد الطفل في اوضه واقفل علينا الاوضه، حتى لو كان الطفل ده صغير، حتى لو كان عنده سنتين هيفهمني على فكره. هقعد اتكلم معاه وجها لوجه، واتكلم معاه كده وكانه كده حد كبير، واديله كده رونقه واديله احترامه، واقول له ما ينفعش اللي انت عملته ده، انت كده احرجتني، لان انت كده حطيت نفسك في موقف مستحق. ينفع ان انت تعمل كده؟ هيرد وهيقول لي لا ما ينفعش، وفي اطفال هيقولك لا ينفع. اقنعيه ان ده كده ما ينفعش، ان انت اللي انت عملته ده لا، وان احنا موجودين في حياة بعض علشان نعلم بعض. يعني انا بتعلم منك وانت كمان بتتعلم مني، مش انا بس اللي بعلمك. مش كل حاجة ياخدها بصيغة اوامر اوامر اوامر، لا. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، اخصائية تخاطب وتعزيز سلوك وتنمية مهارات.